أهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء زوار قناة على القهوة موقع مكتوبي الكرام. موضوعنا النهاردة هيكون عن تحميل تطبيق أهلا. التطبيق اللي معانا النهاردة على موقع مكتوبي هو تطبيق أهلا شات، وهو تطبيق دردشة عربي هنبدأ نتعرف عليه أكتر من خلال الرابط الموجود بأسفل الفيديو بصندوق الوصف. زي ما احنا شايفين ده الموضوع الخاص بتنزيل برنامج أهلا شات على موقع مكتوبي، وطبعا أولى الخصائص اللي بنهتم بها على الموقع إن احنا نقدم لكم كل ما هو جديد ومجاني من تطبيقات وألعاب. والتطبيق اللي معانا النهارده بيشتغل على الهواتف المحمولة سواء بنظام تشغيل الأندرويد أو الأي أو إس لو هواتف الأيفون، وطبعا هو حجمه صغير تقدر تحمله على الموبايل بتاعك بكل سهولة. التطبيق ببساطة جدا هو تطبيق دردشة، ولكن التطبيق ده يمكن مخصص بشكل كبير للعرب. التطبيق فيه طبعا ميزة الدردشة الصوتية، وكمان الغرف الصوتية تقدر تدخلها بأكتر من فرد، يعني مش اتنين فقط، لا في أكتر من فرد يقدر يتكلموا ويطلعوا على المايك. بجانب كمان مجموعة من الألعاب الاجتماعية اللي تقدر تلعبها مع أصدقائك أثناء ما أنت بتلعب وتتعرف على أصدقاء جديدة. طبعا التطبيق بسيط وسهل الاستخدام. هنبدأ دلوقتي نحمل التطبيق على الموبايل بتاعنا بنظام تشغيل أندرويد. بعد ما فتح معنا متجر جوجل بلاي هنضغط على تثبيت، ولكن انا محمل التطبيق قبل كده فهضغط على فتح عشان اجربه معاكم. زي ما احنا شايفين التطبيق هيبدأ يفتح معانا. طبعا التطبيق تقدر انت تسجل دخول عن طريق حسابك على جوجل او حسابك على الفيسبوك، وفي طبعا طرق تانية. هنبدأ نضغط ونسترجع او نضغط ونسجل دخول. زي ما احنا شايفين التطبيق هيبدأ يفتح معانا ويقول لنا ازاي ان انت تشتغل داخل التطبيق. طبعا هنا لو ضغطت على اي مكان هتقدر انت تدخل الغرفة. طبعا بتقدر على طول ان انت تشوف المايك، وهنا المقاعد الخاصة بالمايك، وتقدر تبعت هدايا زي ما احنا شايفين داخل الغرفة. زي ما احنا شايفين التطبيق بسيط وسهل. طبعا التطبيق فيه مجموعة كبيرة جدا من المشرفين، وطبعا التطبيق من التطبيقات المميزة بالنسبة للعرب. زي ما احنا شايفين فيه مجموعة كبيرة جدا من الغرف، سواء مقسمة حسب الدولة أو كمان على حسب النشاط اللي داخل التطبيق. زي ما احنا شايفين هنا في حاجات خاصة بالمسابقات والدردشة والغناء، حاجات كتيرة جدا. طبعا زي ما احنا شايفين من فوق هنا في العلامات الخاصة بالألعاب، تقدر تدخل داخل اللعبة دي. طبعا غرف، ولكن الغرف دي هتبقى عبارة عن مجموعة من الألعاب، منها الضمنة ومنها اللودو، في طبعا العجلة الدوارة، والحاجات دي بتزيد دايما. وهنا اللحظات هتلاقيها في الخانة دي اللي هي زي الحالات، وهنا الرسائل اللي تقدر تستقبلها على الخاص. طبعا التطبيق بسيط جدا وسهل الاستخدام، مش محتاج شرح كبير، وفي مجموعة كبيرة جدا من العرب. وبنهاية الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، والجديد على القناة أول مرة شرفنا يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك. شكرا لكم، كان معكم أحمد من موقع مكتوبية وقناة على القهوة.